السلام عليكم. اختفت مراته في ظروف غامضة علشان يكتشف بعد كده إنه في ساعة شيطان قتلها وحط عليها ملح وساب جثتها في البرميل 5 سنين كاملين. دي مش بس أحداث الحلقة التانية من مسلسل ساعته وتاريخه، دي قصة حقيقية حصلت في اسكندرية. وبعد عرض المسلسل الحلقة دي قلبت السوشيال ميديا وبدأت الناس تسأل عن القصة الحقيقية اللي ورا الحلقة دي. تعالوا أحكي لكم القصة الحقيقية. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم حكايات براند. في سنة 1999 في اسكندرية، في واحد من الأحياء الشعبية، السكان شموا ريحة وحشة طالعة من سطوح واحد من البيوت، وده خلاهم بلغوا الشرطة. وأول ما وصلت الشرطة للمكان المتبلغ عنه لقوا برميل مقفول باحتراف ومتغطي بطبقة من الخرسانة، ولما فتحوه كانت المفاجأة، فهم لقوا جواه جثة ست محفوظة بكمية كبيرة جدا من الملح. ومع إن عدى 5 سنين كاملين على وفاتها، ولكن بسبب الملح فضلت الجثة ملامحها واضحة وسهل التعرف عليها، واللحم كان مغطي العظم كله، يعني الجثة زي ما هي وما اتحللتش. وكشفت التحقيقات إن اللي ارتكب الجريمة دي هو جوز المجني عليها، واللي قال إنه قتلها غصب عنه لما حصلت خناقة بينهم وكانوا عيالهم ال4 مش موجودين. كانت في البداية خناقة عادية، ولكن بدأت الخناقة تقلب بالإيد، ومراته في الخناقة ضربته بالجزمة، ولما عملت كده هو فقد السيطرة على نفسه ومسكها من رقبتها وفضل يخنق فيها لحد ما ماتت في إيده، وقال أنا ما كانش قصدي قتلها ولكني فقدت السيطرة على نفسي. وقال أنا ما كنتش خايف من السجن بعد ما قتلتها، أنا كنت بسأل نفسي هعيش من غيرها إزاي بعد كده. وقال كمان في التحقيقات أنا بعد ما قتلتها حطيت جثتها في البرميل وقفلت البرميل كويس جدا بالخرسانة وحطيته على السطح عشان تكون قريبة مني وكل ما توحشني أقدر أشوفها، وحطيت نص شوال ملح علشان أحافظ عليها وعلشان كمان ما تطلعش ريحة. وبحسب شهادات الجيران وقرايب الزوجين اتعرف إن العلاقة بينهم كانت متوترة، فهم كانوا دايما بيتخانقوا مع بعض. وقالوا إن المجني عليها كانت بتعامل جوزها بعنف، وإنها كان لسانها طويل عليه، وإنها أكتر من مرة في الخناقات كانت بتضربه، مرة ضربته على وشه ومرة ضربته بالجزمة، ولكن جوزها كان بيستحمل كل ده من حبه الشديد ليها. وأما بقى أم المجني عليها فدي اللي حكايتها حكاية. لما استجوبتها النيابة طلعت كانت عارفة من الأول إن جوز بنتها قتل بنتها، وسكتت واتسترت على الجريمة. كانت عارفة كل حاجة من الأول، وقالت أصل بنتي ما تتعاشرش، كانت بتعامل جوزها بعنف، وكنت دايما بنصحها تحسن علاقتها بجوزها. ده غير إنها طلبت من جوز بنتها أكتر من مرة إنه يطلقها لو مش قادر يستحمل أسلوبها وسلوكها معاه، ولكنه كان بيرفض بشدة بسبب حبه ليها. وكشفت التقارير الجنائية إن طريقة حفظ الجثة باستخدام الملح الكتير وقفل البرميل بالخرسانة ساعدت على إن الجثة تكون بحالة جيدة، وكل ده كان على مدار 5 سنين كاملين. وشبهوا وقتها وضع الجثة بإنها بقت عاملة زي الفسيخ. هستنى رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي عشان نقدر نكمل. ولو عايزين نقول القصة الحقيقية الحلقات تانية من المسلسل اكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.